عندكم عزومه ومفرهدين ومش جاهزين وعاوزين تعملوا حاجه شكلها حلو ويشرف كده، هنعمل النهارده بقى ألذ وصفه ممكن تتعمل في عزومه، برياني اللحمه بابسط طريقه بدون جرام مساله ولا بهارات من كوكب المشتري وكواكب الاخرى، ومن حلاوته هيطلب منكم مخصوص قبل اي عزومه. كوبايه الا ربع من الزيت، بصلتين متقطعين جوليان هنحمرهم لحد لما ياخدوا لون، بعد كده نرفعهم في طبق خارجي. معايا بقى جنزبيل فريش هنقطعه كده قطعتين صغيرين كده، ونص حبايه من الفلفل الرومي، واربع فصوص من الثوم بس 4 فصوص كبار، وهندقهم كلهم ونفرمهم فرم ناعم ونحطهم في نفس زيت البصل اللي احنا لسه قالينه، نديهم تقليبه كده، ننزل عليهم ب5 طماطمات متقطعين مكعبات، واول ما يبتدوا يغلوا نحط عليهم نص كميه البصل اللي احنا لسه محمرينها، ونحط بقى ملح وفلفل اسود، معلقتين كبار من الكاري ومعلقه كبيره من البهارات بتاع اللحمه او 7 بهارات، عود قرفه وليمونه مجففه ودول برده اختياري، ونغطيه ونسيبه لحد لما الطماطم تتسبك. نحط عليهم كوبايه من الزبادي وعصير ليمونتين ونص حزمه كزبره متقطعه الورق فقط، نديهم تقليبه، بعد كده ننزل عليهم باللحمه او الدجاج وات ايفر الحاجه اللي هنستخدمها، نديهم تقليبه ونغطيهم بقى بميه تغلي، نتابع اللحمه بقى ونزودها ميه كل شويه لحد لما تستوي خالص. معايا ميه مغليه وحط فيها شويه ملح، ومعايا 4 كوبايات من الرز البسمتي المغسول فقط، وهنديله غلوه واحده فقط، بس غلوه واحده، الرزايه تبقى ماسكه نفسها وبتتقطم بصعوبه كده. وبعد كده بقى هنركب البرياني بتاعنا، هنحط بقى طبقه من الصوص واللحمه وطبقه رز وشويه كزبره وطبقه صوص ولحمه وطبقه رز وشويه كزبره فوق بعض، ونغطيهم بورق فويل ونقفل كويس، ونحطهم على نار متوسطه لمده 10 دقائق، وبعد كده على نار هاديه لمده نص ساعه. هيطلع معاكم مفلفل وزي ما انتم شايفين كده. متاكده لو جربتوا الوصفه دي هتقعوا في غرامها حرفيا، وهتعملوها تقريبا كل اسبوع.